السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي، اليوم الأكلة اللي رح أعملها أو المادة اللي رح أستخدمها بهالطبخة أول مرة بحياتي بصراحة بتفوت بيتي وأول مرة بستخدمها. يعني كنت بشوف الناس بيستخدموها، إخواننا السوريين بحطوها تحت ورق العنب، بمصر بيستخدموها كتير، خصوصا في منها خروف وفي عجل. بس أنا أول مرة رح أستخدمها ورح أعملها. فأنا دايما فيديوهاتي بقولكم يعني دوقوا وقولوا لي شو رأيكم بالطعم. هالمرة أنا اللي رح أدوق وأقولكم شو رأيي. قررت أعمل عليها فاصوليا خضراء. طبعا قطعتها وشلنا الزوائد منها، وبعدين قليت راس بصل مع زيت زيتون مع ورقتين غار وحبة لومي، وقلبت العصاعيص أو العكاوي فيهم، وبعد هيك نزلت عليهم المرق اللي بدي اياه، كمية المي اللي بدي اسلق فيها، واضفت عليها بودرة مرق الدجاج وفلفل اسود ورشة صغيرة من بهارات الدجاج وملح. وهون تركت اللحمة تقريبا نص ساعة بطنجرة الضغط، وبعدين نزلت عليها الفاصوليا الخضراء. راح اتركهم يستووا مع بعض، يعني خلينا نقول بنوصل استواء الفاصوليا 3/4 الاستواء. علشان هيك بعد هيك بنضيف الصلصة. هون مشان الصوص راح اقلي الثوم برضو بزيت زيتون، وبعدين بننزل عليه الصلصة، صلصة البندورة، وبنحمصه على النار شوي هو والثوم. انا هون نزلته على الثومات اللي كنت عم بقليهم. بنحمصه يعني لمدة ممكن دقيقة دقيقتين حسب النار اللي عندك. بنقلب لما نشوف انه اوكي، يعني او دقيقتين مش اكتر. بس بنضيف من المرقة اللي سلقنا فيها الفاصوليا واللحمة على الصلصة، وبنخليهم شوي على النار، يعني برضو دقيقتين خلينا نقول. يعني بتتسبك معنا الصلصة وهيك بتاخدي صلصة بجودة عالية صراحة. يعني اعتمدوا هاي الطريقة انكم تحمصوها. شوفوا ما احلى لونها، شوفوا قوامها كيف. افضل من انه تضيفيها انت مباشرة على المي او على المرق. هون نزلت الصلصة فوق اللحمة والفاصوليا، وراح اتركها شوي يتسبكوا مع بعض، ويكون خلص تأكدنا انه كل شي استوى معانا. وهيك بتكون الطبخة تبعتنا جاهزة. طبخة لذيذة وسريعة جدا وسهلة، وبصراحة عشان أقولكم شو رأيي طلعت خرافية والطعم كتير طيب، ويعني أكلنا بشهية. بتمنى إنكم تجربوها وتقولوا لي شو رأيكم.